سيدتي أي سر سرك، سيدتي أي جوهر أنت، أنا لا أعلم. اسمعوا هاي الرواية وأختم بها. طبعا عندنا ليلة عن الزهراء بعد أو أكثر من ليلة، والزهراء تستحق أكثر من ذلك بذكرها الصلوات على محمد وآل محمد. ما في بأس بالثانية. نوروا قلوبكم بالثالثة. عالم من علماء السنة اسمه النسفي، هذا عالم منصف بالواقع. المنصف بدأ تقول عنه ماذا؟ منصف. هذا النسفي ينقل الرواية ما هي؟ اسمعوا أعزائي، اسمعوا الرواية. أن النبي صلى الله عليه وآله كان له ناقة اسمها الناقة العظباء. هذه الناقة اشتراها النبي صلى الله عليه وآله من واحد يهودي، لكن هذا اليهودي أسلم بسبب هذه الناقة. اليهودي يقول كنت أرعى الإبل في المدينة. اسمع الرواية جيدا. كنت أرعى الإبل في المدينة، كان يوجد عندي ناقة صغيرة بالربيع أيام العشب والخضرة، كنت أسمع النبات والعشب ينادي هذه الناقة إلي تعالي كليني فإنك سوف تكونين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أسمع الماء بالجرن يناديها تعالي أيها الناقة اشربيني فإنك سوف تكونين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام هذا اليهودي اجى صوب المدينة، رأى رجلا يخطب، قال من هذا الرجل؟ قالوا هذا محمد. تذكر أن الماء ينادي الناقة، العشب ينادي الناقة باسم ماذا؟ باسم محمد صلى الله عليه وآله. أسرع إليه قال أنت محمد؟ قال نعم. صلى الله عليك يا محمد وعلى آلك. قال نعم. قال هاي الناقة قصتها كيت وكيت وكيت. قال أنا أعلم وأنتظر مجيئك إلى هنا حتى أخذ منك الناقة. أخذ النبي منه الناقة بعد شهادة النبي. غلط نقول وفاة النبي، لأن النبي استشهد. قتلتا حفصة وعائشة بالسم، هاي روايات الأئمة صلوات الله عليهم، سمتاه يقول الإمام الصادق فعليهما لعنة الله. ليس منا إلا مقتول أو مسموم. النبي قتل مسموم بدواء دس له سم في الدواء، وهذا بحث إن شاء الله نتطرق له ببعض الليالي. على كل اجى النبي جاب هاي الناقة بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله. هاي الناقة العظباء أجلستها، كانت صغيرة، أجلستها الزهراء وجعلت فاطمة خد الناقة على صدرها، وصارت الزهرة تمسح على خدها الآخر. يقول سلمان فرأيت الناقة واضعة خدها على صدر فاطمة ودموع الناقة تجري إلى أن سمعت الناقة لفظت أنفاسها وماتت على صدر فاطمة. ولكن السؤال ليش يا موالي ما تسألني؟ سل مراجعة في علمائك ومنهم الأصفهاني يقول ولا تسلني خبر المسمار وسل صدرها خزانة الأسرار. هذا الصدر صدر الزهراء خزانة أسرار الله. هذا الصدر الرواية تقول محمد ما كان ينام قبل أن يقبل صدر فاطمة وعنق فاطمة وفم فاطمة وخدي فاطمة وجبين فاطمة ويقبل يدها ويقول أسفي عليك ما أقصر عمرك. بالواقع أعزائي 18 سنة
وشهرين و26 يوم عاشت الزهرة. سرقوا البسمة من شفتيها، حرموها من شبابها، كسروا أضلاعها، غصبوا حقها، أحرقوا باب بيتها، أخرجوا بعلها والحبل في عنقه. تقول الرواية طلعت الزهراء خارج البيت، الحسن عليه السلام واقف ليلة دفن أمي فاطمة. التفت إليه أمير المؤمنين وإذا الحسن يضرب على وجهه، فقال له أمير المؤمنين: بني حسن